اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنعمل مراجعه سريعه للساعه ديفيا الواتش برو 5، وهنتكلم عن 16 ميزه تخليك تشتري الساعه دي. يلا بينا. اول ميزه ان هي بتقيس ضربات القلب. طب انا ليه بقول على ضربات القلب ان هي ميزه رغم ان ده موجوده في ساعات كتير جدا؟ ميزه لانها في الفئه السعريه 2400 جنيه، الا ان الحساب بتاعتها ممتازه جدا واكرت جدا، تقريبا بتكون 90 او 95% اقرب للواقع. تاني ميزه فيها وهي فيها كذا مود رياضي. وتالت ميزه ان هي بتقيس معدل النوم بتاعك، وكمان بتقيس ضغط الدم، وبتقيس كمان نسبه الاكسجين في الدم. فيها سجل للمكالمات اللي انت بتعملها، وكمان تقدر ترد منها على المكالمات او انك تعمل اتصال مباشر من الساعه على طول. احنا كلنا ما اتكلمناش عن الشكل والتصميم والحزام اللي بيجي معاه. بيجي معاه الحزام السيليكون اللي انتوا شايفينه ده، وبيجي معاها ستراب تاني جلد موجود جوه العلبه. بعيد عن شكلها وتصميمها الانيق جدا، بتفكرني شويه اقرب الى الساعات الهواوي شويه. الكواليتي بتاعها، الوزن بتاعها مثالي، وشكلها شيك جدا في الايد. وكمان بتديك تقرير عن الطقس، وكمان تظبط فيها لحد 10 منبه. وفيها ستوب ووتش، والبلوتوث بتاعها بلوتوث 5، فبيقدر يدي معاك مدى لحد 10 متر. تيجي ببطاريه 300 ملي امبير، يعني بتقعد معاك من 7 لحد 10 ايام استخدام على حسب استخدامك للساعه. ومش بس كده، بتيجي ب 1.36. الساعه دي زي ما انت شايف الكواليتي بتاعها بترد على المكالمات. شويه مزايا بصراحه ابهرتني. الساعة بتدعم اللغة العربية وبتدعم لغات تانية كتير، بس المميز فيها مش بس اللغة العربية في الإشعارات، لا دي بتدعم اللغة العربية انك ممكن تحول الساعة نفسها للغة العربية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير.